النهارده هنتكلم عن فيلم ايج اوف تومورو، وحرفيا الفيلم ده هو واحد من الافلام اللي تستحق المشاهده. وبفكركم تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناه، لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. لو انت من محبين افلام الخيال العلمي فانا متاكد ان الفيلم ده هيعجبك. لو ما كنتش من محبين افلام الخيال العلمي برضه الفيلم ده بنسبه كبيره هيعجبك. الفيلم بيبدا في المستقبل، والكوكب بتاعنا بقى في خطر كبير بسبب الكائنات الفضائيه المدمره، والناس في كل مكان مش عارفين يلاقوا طريقه ينقذوا بيها الارض، وبيحاول فريق من العلماء والجنود انهم ينقذوا البشريه من الانقراض. الفيلم مليان ومشبع بالمشاهد الاكشن، والمعارك بين البشر والمخلوقات الفضائيه فيها حماس رهيب. أول حاجة هنتكلم عنها إن القصة مش جديدة، لكن اللي بيميز الفيلم هو تقديم الأحداث والإثارة اللي موجودة من أول دقيقة لآخر دقيقة. الفيلم مش هيخليك تقدر تشيل عينك من الشاشة ليفوتك مشهد مهم. الأحداث بتتصاعد بسرعة وكل مشهد بيخليك على أعصابك. وتوم كروز بيلعب دور العميد أو الكولونيل بيل كيج اللي بيلاقي نفسه داخل حلقة زمنية غريبة، يعني كل ما بيموت في المعركة بيرجع يبدأ اليوم من الأول. لكن هو طريقة ايج اوف تومورو المميزة في تقديمه للقصة. كل ما توم كروز بيموت بنشوفه بيتعلم وبيطور من استراتيجيته في المعركة، وده اللي بيخلي الفيلم مليان مفاجآت. We've had this conversation. تأثيرات الفيلم البصرية ممتازة جدا، وبتخليك تحس انك جزء من المعارك اللي بتحصل. وبالنسبة لأداء الممثلين فتوم كروز قدم أداء رائع كعادته، وإيميلي كانت ممتازة كمان بدور القائدة ريتا، والكيمياء اللي ما بينهم على الشاشة كانت برضه ممتازة جدا. أنا مش عارف ليه ما بحبش الأدوار النسائية في الأفلام الأكشن، لكن الشخصية اللي قدمتها إيميلي كانت قوية وملهمة، وبتضيف للفيلم بعد درامي وواقعي. الموسيقى التصويرية للفيلم ده هتفجر دماغك، لأنها بتضيف جزء من التوتر والإثارة لكل مشهد. كل تفصيلة في الفيلم معمولة بعناية عشان تخليك تعيش التجربة بكل حواسك. ايج اوف تومورو بيوضح حاجة غاية في الأهمية، وهي فكرة إن التركيز على التعلم من الأخطاء بشكل صحيح ممكن يغير مجرى الأحداث. وأكيد الفيلم مش خالي من العيوب. هتقولي هي فين العيوب دي؟ هقولك معرفش، بس في بعض الحاجات البسيطة اللي ممكن أقدر أقول عليها عيوب موجودة في الفيلم، وهي إن في بعض المشاهد اللي موجودة في الفيلم كانت متوقعة بالنسبة لي. لكن غير كده وبشكل عام هو فيلم ممتع جدا وفعلا يستحق المشاهدة. وأخيرا لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.